السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. صليوا وسلموا على الحبيب المصطفى وندخلوا ديريكت للموضوع. جبت لكم اليوم وصفه مقروض بريستيج كما راكم تشوفوا. هنا عندنا المقادير: 3 كيلات سميد متوسط. البنات سميد يكون متوسط ومن الاحسن يكون نوعيه جيده كما راكم تشوفوا. حطيناهم هنا. الكيلة الرابعة تكون نصف سميد ونصف فارينة، يعني المجموع 3 كيلات ونص سميد ونص كيلة فارينة. نحطوهم في كسرونة ولا في قصعة كبيرة وندمجوهم. وهنا نضيفوا الملح حسب الرغبة، نملحوه ولكن مش كما الكسرة. نحطو مغرفة كبيرة فاني، نحطو مغرفة كبيرة سكر. السكر هنا باش يعطينا لون محمر مليح للمقروض نتاعنا. هنا جبنا كيلة معمرة سمن او زبدة باردة البنات، ذوبوها وخليوها تبرد بحرارة الغرفة. وزدنا 4 كيلة زيت، يعني اللي تحب تحط طول وتفيضها سما كيلة سمن او زبدة تفيضها بالزيت، ولا ديري بالمقياس كيما عطيتك انا، خاصة المبتدئات. هنا نحكو مليح بطرف يدينا، نبسو السميد باش نغلفو الحبة تاع السميد بالبسوس نتاعنا. نقعدو نحكو فيه بين يدينا، بين كفوف يدينا مليح البنات، حتى يولي لكم شكل عجينة. كلي حطيتو لها الماء بصح نتوما ما حطيتو لهاش الماء. البنات المبتدئات ركزوا مليح في النقطة هذه، كي توصلوا للمرحلة هذه راح تنجحوا في المقروض هذا. شوفوا كي نكور بيدي هكا تتلم كرة وحدها، ما نطلقها ما تتفتحش. كيما قلت لكم انديري عجينة بليتيها بالماء، بصح حنا مازلنا ما قسناهاش خلاص بالماء، خليناها رتحت شوية ودركا نبلوه بالماء. نديرو كيلة نتاع الماء ونخلطوا لها ماء زهر، وما نصبوش الخليط كامل دفعة واحدة. البنات نصبو بشوية ونبلو بيدينا حتى نوصلوا للقوام المطلوب، باه ما تغلبناش العجينة وتولي جارية. كما راكم تشوفوا ما نعجنوش، جوست كي شغل نفتلو ولا نلمو فقط. المقروض البنات ما يتعجنش، باسكو كون تعجنوه راح يخسر ويجيكم يابس كيما الكسرة، كي تعضوه يجيكم كي الكسرة. حاولوا ما تعجنوش ولموا بشويه، وكل ما يشرب السميد، باسكو السميد انواع، كاين اللي يشرب ليه كاين اللي ما يشربش، كاين اللي يطلق الماء. نتوما لموه حتى توصلوا للقوام المطلوب، تجيكم عجينه طريه، ما هي يابسه ما هي طريه. خلاص تخلوها تريح، دو بريفيرونس تريح ليله كامله البنات، ولا اللي تحب ديرها الصباح وتشكل العشيه، ولا العكس دير العشيه وتشكل الصباح. كي تجبدوها بعد ما ريحت تشوفوها، الا لقيتوها نشفت زيدوا لها كميه من الماء، وإلا كان لقيتوها مليحه ما تزيدوها والو، باسكو كاين سميد كيما كنت نخبر يشرب وينشف، يعني كي تخليها تريح تشرب ماها كامل وتلقيها ناشفه هكذا. جربوا بوله في يديكم الا ما تشقتش كيما راكم تشوفوا، يعني رانا وصلنا للقوام المطلوب. لهنا البنات لافاغس تاعنا طبعا هي الغرس هي تمر. شوفوا البنات انا خدمت بهذه اني كنت مزروبه، بصح نتوما من الافضل تخدموا بغرس البطانه. نقيوه وعجنوه مليح باسكو تجي حاجه نظيفه وكيما نقولوا مبريباريه على يدينا منقيه مليح. نقيوه مليح كيما نقولوا، حطوه دركا باش تعجنوه. انا ندير له زبده وندير له مغرف سكر غلاس باش يعطيني باسكو هذا يجي ناقص شويه حلاوه. عندنا نص مغرف قرفه، واللي يحب يدير رشه قرنفل يدير. هاني زدت هنا رشه تاع القرنفل باش يعطيني الذوق المميز، ونحط نعجنو بما زهر. هنا نخلط جميع المكونات ونعجنو مليح حتى تحكمنا هذيك الزبده ولا السمن تذوب وتتخلط مع الغرس تاعنا. والبنات هنا كاين سر انه لازم الغرس باش تنجح لكم الوصفه وما يتشققش، هذيك الغرس لازم يكون بقوام العجينه، يعني يكون نفس القوام تاع العجينه. شوفوا كيفاه طريتو مليح يجي جاري كانه يلصق في اليدين. نقعد نعجن ونزيد في الماء زهر حتى نوصل للقوام المطلوب اللي هو كما العجينه، يعني يكون ديروه يابس شويه راح تجيكم من الداخل يابسه، الحشوه مع يزيد يطيب يشيح.
كي ديروه هكذا مع يطيب عفوا يعطيكم كيما نقولوا يجيكم بنين. هكذا خلصنا، نمسحو يدينا بالزيت ونخليوه. هنا البنات راح نوجدو ديجا. انا بديت قبل ما نحط لكم كيما راكم تشوفوا نوزنوا الكريات نتاعنا 11 غرام ولا 15 غرام، كل واحد كيفاه يحب. البنات اللي تحبها مغرسه يعني معمره غرس دير 15 حتى 17، واللي تحبها نورمال دير قل. وهنا العجينه راح تكون وزنها 35 غرام على حسب الطابع اللي عندكم. كل وحده تشكل بالحجم اللي تحبوا، باسكو ماشي كيما الوسط كيما الغرب كيما الشرق. حنا في الشرق نديروا الحبه ظريفه ما نديروهاش كبيره بزاف. هنا جبت الطابع تاعي وجبت شويه فارينه ندير في الطابع باش ما تلصقليش، باش كي نجبدها تبقى لي على حبه والرسمه تاع الطابع تخرج لي فيها. بعد ما نكون حشيتهم كامل نطبعهم بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات انا نحطهم يطيبوا على 180 درجه. نشعل الفوق تاعي من التحت، كي يحمروا لي من التحت نشعلهم من الفوق. شوفوا البنات انا ما ثقبتهم ما والو. شوفوا الحميره اللي عطاني هذاك المغرف تاع السكر الله يبارك، جاي يهبل ويذوب في الفم مع تعسلوه يعطيكم لون ذهبي ما شاء الله. شوفوا البنات محمر على حبه من فوق ومن تحت. دوكا نروحوا مرحله التزيين. هنا كي نجيو نزينوا نثقبوهم بالكردون. تحبوا تعسلوه وهو سخون والعسل يكون بارد، تحبوا العكس كي يبرد المقروض نتاعكم تسخنوا العسل تدفيوه وتحطوه فيه. ننقبوه كما راكم تشوفوا بكيغدون باش يدخلوا العسل حتى لداخل للغرس، ونحطوه يقعد مده 2 دقائق 3 باش يتشرب مليح مليح هذاك العسل نتاعنا. من بعد نحطوه يسقطر. شوفوا البنات راهو كيما راكم تشوفوا راني حطيته يستقطر. انا حبيت ندير هذا التزيين كيما راكم تشوفوا. الحبه قطرت من العسل وبقات معسله ومحافظه على العسل تاعها. حبيت ندير تزيين مكسرات وانتم ديروا واش تحبوا. انا طبعا هاني نجيب مكسرات تاعي يكونوا محمصين. شوفوا البنات استيس مليحه المكسرات، اي وحده تحب تزين بالمكسرات لازم تحمصهم، لانه كي يجيو خضر تجي فيهم البنه تاع الخضوريه وما يمدوش ذوق محبب في هذاك الكاطو تاعنا. نزينوهم بالشكل اللي تحبوه وبالمكسرات اللي متوفرين عندكم. وكما راكم تشوفوا شوفوا ما شاء الله جاتني على حبه. وجبت فايدور نزين بها البنات. عندي هنا مغرف كلاكوس ومغرف عسل باش نزين المكسرات تاعي، نخلي لهم نعطيهم هذيك لا بريونس اللي تعطيني شكل هايل للمقروض نتاعي. البنات هنا كانت اخر مراحل الوصفه تاعي. ان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وباذن الله حنكثر لكم من الوصفات هادو لانه يفيدكم اصحاب المشاريع. الا حبيتي تخدمي ولا اللي تحب سعر البيع تبعث لي، راح نعطيكم كامل المعلومات. من فضلكم ديروا اشتراك وجيم وتابعوا الوصفه الاخير باش تستفادوا. الى اللقاء في فيديو جاي.